طبيعه ربيعه ولا الحاجه وحده من بزاف ديال البنات اللي دوزات الضغوطات ديال الحياه ما كانش ساهل عليها باش تشق طريقها وسط العالم ديال السوشيال ميديا. لقات فري فاير هي المتنفس الوحيد اللي عاونها باش تزيد تقرب من الناس اكثر ويزيدوا يبغيوها، وقدرات تصنع القصه ديالها. وغادي تكونوا كتعرفوها بالفيديو اللي بدل لها حياتها، هو السكين ديال شوشغان اللي قالت ليه بربر ديال الموزه. الحاجه عندها بزاف ما تقول لكم. اليوم غادي نزيدو نتقربوا منها ونتعرفوا على القصه ديالها اكثر وكيفاش تعاملات مع الشهره في جليسه مع سكوفي. معنا واحد الضيفه اليوم اللي غنيه عن التعريف، كلكم كتعرفوها، اللي هي الحاجه الطبيعه ربيعه. غنيه بالفيتامينات. كما قلت لك الطبيعه ربيعه، اول حاجه غنبداو بها اللي كلشي كيبغي يعرفها. الحاجه هي شنو كيفاش جاتك الفكره بعدا باش تلعبي فري فاير وانت في هذا العمر؟ انت دابا الانسان ملي تيكبر صافي، الحياه راه دوزها، شنو غادي يبقى؟ شنو كاين اللي كيمشي يلعب، كاين اللي كيخرج، كاين اللي كيمشي، كل واحد شنو كيدير. انا جاتني لعبه فري فاير شي حاجه ما كنتش معوله عليها زعما انني نلعبها ولا ما نلعبهاش، ولكن جات في واحد الوقيته اللي الصراحه ما كنتش انا ناويه انني نلعب فيها، فهمتي؟ جات في واحد الوقيته حساسه شويه. يعني كبرتي في العمار وبديتي كتقولي وقيلا ما خصني، واش باقي ما لقيتيش القرار اللي امتى غتاخدي امتى شنو ديري؟ دابا الموضوع ما عندوش علاقه بهذا الشيء اللي قلتي. دابا حيتاش فكره فري فاير هي جات من بعد واحد الكومه ديال الاضطرابات النفسيه، فهمتي؟ يدوزي بزاف ديال المشاكل والمعاناه فكانت لعبه فري فاير هي المتنفس الوحيد اللي غنقدر نفرغ فيه انا دوك الاضطرابات. وفعلا كانت واحد الحاجه اللي كان واحد المتنفس اللي هو كما كنقولوا مفتوح بزاف، اللي خلى كل شيء كاع داكشي يخرج. كنتلاقاو مع ناس ما تنعرفوهاش، كنلعبوا، كنشطوا، كنسبوا، كنديروا كل شيء. لقيتي راحتك بصفه عامه. طبعا بصح ومن بعد كيفاش غتجيك الفكره ديال انك ملي لقيتي داك المتنفس ديالك وعجبك الحال وداك الشيء، امتى غتجيك الفكره باش ديري السميه ديالك، تقري راسك من الحاجه تسمي راسك الطبيعه ربيعه؟ واخا انا غادي نقول لك واحد الحاجه، حيت دابا اسم طبيعه ربيعه ما جاش غير هكاك، ما جاش شي حاجه عشوائيه، هو واحد الاسم يعني جا بحال الشكل ديال الاضطرابات، يعني عنده سبب باش جا اسم طبيعه ربيعه. دابا قبل ما نكتشف انا ان راه كاين واحد المتنفس اللي هو فري فاير، انا كوليت كنقول علاش ما نديرش، انا حيت كنت كندير واحد المحتوى قبل فري فاير، كنت كنقول علاش ما نديرش واحد المحتوى اللي غادي يكون واحد المتنفس. هو فعلا كان متنفس، ولكن كان واحد المتنفس صغير ماشي بحال فري فاير. فقلت غندير سميه طبيعه ربيعه. علاش؟ حيتاش ربيعه اللي هي انا عندها كل شيء عادي بحال الطبيعه، اي حاجه في الطبيعه عاديه انت كتشوفها كتجيك عاديه. بالنسبه لي انا ما عرفتش فهمتيني ولا انا فهمتك. انا خليك تكملي الفكره ديالك باش نعقب عليها. انا بالعكس فاهمك يعني الحاجه. يعني بالنسبه لي انا، يعني بالنسبه لربيعه عندها كل شيء عادي بحال الطبيعه، يعني تقدر تشوفني نلعب فري فاير، تقدر تشوفني كنسوق الطيارات، تقدر تشوفني كنلعب بحابه، يعني كاميرا كبيره تقدري ديري اي حاجه، ما كيهمش العمر ديالك شحال. فوالا بحال الامكانيات. لا 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 تبارك الله عليك الحاجه. حيت راه باش تشوف مرا كبيره في المغرب انك كتلعب فري فاير وتضارب مع الناس وكل هذاك الهوات ديما وقيله مع الصفيان كياك. كلاوات ما كيحملونيش حيت كنلقطهم، فهمتي؟ لا راسك معديه عليهم، ما كاينه الهيد شوتات. طبعا هيد شوت بالاصفر هو احسن هيد شوت كاين في فري فاير. كذب عليك شي واحد يقول لك بان الهيد شوت الاحمر قاضي الغرض، قسما بالرب ما قاضي، الصفر هو اللي كاين. كذب عليك شي واحد. الحاجه والله الا كاينه. وقلتي من بعد ديك الساعه صافي ملي اختارتي السميه ولقيتي ان فري فاير هي المتنفس ديالك، صافي لقيتي ديك الساعه راحتك. عرفتي شنو خاصك ديك الساعه من بعد ديري؟ غتجيك اللي هي الفكره ديال باش تبداي صناعه المحتوى في فري فاير. هي صراحه شوف الصراحه الحاجه بغينا نعرفوا زعما الفكره ديالك كيفاش غيطيح عليك الفكره انك تبداي صناعه المحتوى. دابا انا واحد المره كنت كنلعب فري فاير، واحد الخطره حليت لايف قبل ما نلوح شي فيديو ديال فري فاير، حليت لايف ولحت واحد الفيديو. هذاك الفيديو كل شيء انا في هذاك الفيديو الى اقسم لك بالله العلي العظيم ما كنت كنعرف ملاق، والله ما كنت كنعرف ملاق اللي دخل معنا دابا، اللي كان معنا الجزائري. قسما بالله ما كنت كنعرفه. اول فيديو لحتو كل شيء كاتب لي لتحت، كنت طاكي ليا ملاق لتحت وانا ندخل عنده ويعجبني، وليت انا من المعجبين ديالو. المحتوى ديالو داك الشيء تبارك الله عجبني داك الشيء ديالو. من بعد مني الناس عجبهم
المحتوى ديالي انا، قلت اجي ضربت واحد الدويره في الكونتوني ديال فري فاير كامل. بقيتي كتسركلي قلت وكتشوفي. علاش انا ما نديرش هذا المحتوى؟ هو محتوى مختلف وما يقدر حتى شي واحد يقلده، حيت هو متميز 1000%، و بحال كنقولوا موثق، يعني ما يقدر حتى شي واحد يقلده. حيت شي حاجه كتكون ديالك انت. وفعلا مني الناس عجبهم بحال هكا الفيديوهات وعجبهم داكشي الاخر، وحب الناس كيعجبهم داكشي وكيضحكوا وكيزيدوا زعما يبغيوك هذا صافي كملنا في هذه اللعبه. لقيتي وقلنا التفاعل. زعما علاش لا، هي متنفس، هي واحد الوسيله كنلتجئوا ليها. انا بعدا كنعازل على الواقع، ما كنبغيش شي حد نعرفه يدخل معايا اللعبه ويقول لي يدوي معايا في شي حاجه ديال الواقع. لا، كنعتزل الواقع بمره ملي كندخل اللعب. يعني ما كتبغيش بنادم يبرز، صافي كتنسي العالم ديال برا وحياتك الشخصيه، كتبغي صافي عايشه في عالم ديال اللعبه بوحدو اللي هو هذاك الشيء. انا كنبغي ملي كنبغي ندخل نلعب داخله على اساس لعب فري فاير، ما تقول لي لا كاميله لا كوكوت لا ما حتى شي حاجه، انا داخله نلعب. بعدا الحاج موالين الدار كيفاش تقبلوا الفكره ديال انك خليتي ملي كتخلي لهم الشقه وداك الشيء وتجي الفري فاير عادي. اللي ناض من الفراش يطوي المارطه ديالو، واللي شرب شي كاس يمشي يغسلو وصافي. وانا اللي خاصتني شي حاجه راه غيجيبوها لي، يخلصوا لي الويفي الفايبر طبعا، حيت ما نخدمش بالويفي العادي. الويفي هو كلشي. هذاك الشيء اللي كاين مالهم، راهم عاجبهم الحال، حيت انا طبعا المهم الطبيعه ربيعه. لا شوفي تبارك الله، شوفي زعما كاين واحد الاقبال. انا شوفي باش ما نكذبش عليك، بزاف ديال الناس يعجبهم فيديوهات، انا منهم اللي كيعجبوني الفيديوهات ديالك، لحقاش كنلقاو واحد الانسان اللي محبوبه عند الناس كما قلتي، وتدخلي القلوب ديال الناس، وكاميرا كبيره. يعني ما كناش كنتسناو مرا كبيره غادي نلقاو من عندها هذا الحب كامل وهذه الفرحه، وغادي نعيشوا مع هذه الاجواء كاملين. يعني شوف، ملي كنت كتلعب واحد اللعبه كتبغيها، داكشي كيجي عشوائي، ما كنعزلش ليه، انا ما كنفكرش فيه، ما كان بحال قلتي ما كنمونطيش انا داكشي اللي كيكون عندي في الراس، ما كنخممش. كنجي كنلعب صافي عادي داكشي. كتفكري جاتك الفكره صافي كتدخلي كتطبقيها صافي كتحطيها، ما كتبقايش تفكري بألف مره تقولي لا واش ندير هكا. صافي كاينه راه كاينه، ما كايناش صافي ما غديريهاش بصح. داكشي اللي كاين كما كانت كما كتحط. ومن بعد بغينا نعرفوا زعما الرحله ديالك من قلتي بديتي صناعه المحتوى. ضروري شوفها الحاجه، ما يمكنش زعما الناس ما كيعانوش في هذا الميدان هذا، تيجيو شي فترات ضروري كيكون فيهم واحد الصعوبه شويه ديال من ناحيه الانتقادات زعما العراقيل ديال هذا المحتوى. اي الانتقادات مثلا شي مشاكل تقنيه كيكونوا عندك فهمتي. بغينا نعرفوا زعما الصعوبات اللي دزتي منهم ضروري. الصراحه هو في الاول كانوا واحد شويه الانتقادات، كانوا كيقولوا لي زعما تيا مخليه الكوزينه ومخليه ولادك وجايه كتلعبي، زعما كنشفق على دوك الناس اللي كيبقاو يقولوا لي هاد الحاجه، حيت هما اصلا مضغوطين من الحياه وكيزيدوا يكذبوا على راسهم. انا راه لقيت متنفس، كيت والدين امك تي اللي خاشي راسك في الكوكوت وباركه تحكي فيها وما بغاتش تخرج لك. حيت الناس ايوا انا بركه تلعب، انت اش كدير؟ ايوا انا كنلعب، هي خاشي راسها في الطواليت وسيره تحك الكراسن ديال راجلها وتحك في السبرديلات على قلبها وتبدل لي كوش وهي حاضيني انا فرحانه كنلعب مع الدراري. الحاجه عايشه السعاده ديالو، كيبغي بنادم كذلك. راه دوزاتي داكشي اللي خصو يدوز في الحياه. راه حيت بغي الناس باقي تابعين كيسحابهم، راه دوزات اللي عطا الله زعما شي عطا الله راه عطاه. يعني قلتي من بعد لقيتي انتقادات ديال الناس، وبالنسبه صعوبات الانترنت زعما في السوشيال ميديا كفيديوهات زعما كصناعه المحتوى، زعما ما لقيتيش عرقله مع ناس اللي كيديروا هما صناعه المحتوى، ولا شي حد اللي حاول زعما يحبسك في الاول؟ ولا كاين ناس شوف انا في هذه اللقطه غندوي معك بجديه. كاين ناس في الاول فاش يلاه بديت حاولوا يستغلوني وحاولوا يلوحوني، بحال حاولوا يستغلوا الوجود ديالي في السوشيال ميديا ليهم هما باش يحرقوا الصوره ديالي، باش انا بحال قلتي نتمل. يعني يستهلكك المستهلك ولا الناس اللي كيخدموا في السوشيال ميديا يستهلكوك. وكاين ناس اخرين هما ناس عندهم محتوى ماشي بحال ديالي انا، وحاولوا انهم بحال قلتي بشتى انواع الطرق حاولوا انهم يشوشوا لي على داكشي ديالي اللي كندير.
ولكن واخا هادشي كامل اللي طرا زعما الناس اللي حاولوا يستغلوني والناس اللي باقين كيستغلوني وانا كنشوف وعارفه انهم كيستغلوني، ولكن انا عادي كل واحد اللي عنده شي حاجه راه عنده ياك. بصح الحاج متفق معاك في هذه الكلمه. وعادي هادشي كيبقى غايد ما عمرهم حاولوا ياثروا عليا. علاش نقول لك علاش؟ حيت انا ما خايداش هاد السوشيال ميديا كمهنه غادي ندخل منها شي يعني واحد الحاجه اللي انا معوله عليها. انا دايره هادشي كما قلت لك اولا ماشي انا غادي نركز عليها ولا غادي مهتمه بها زعما بزاف ولا هي ضروريه خاصني انا ندافع عليها ولا ندافع على الوجود ديالي. الوجود ديالي راه كاين. الطبيعه ربيعه هي واحد الماركه دابا راه ولات انا راه قيدت التسميه ديال الطبيعه ربيعه ولات واحد البراند دابا بحال مسجلها على اساس براند. مسجلاها صافي حيت واحد الحاجه اللي كاينه راه كاينه صافي. اي واحد غتوري تصويرتي غيقول لك هاد فلانه الطبيعه ربيعه، غتوري فري فاير مع الطبيعه يقول لك هاد فلانه نعرفها. هذا هو المغزى من كلشي. ما كاين لا مغزى. لكن الفكره ديالك الحاجه قلت لك زعما الشيء الاخر اللي دوينا عليه ما عادي كاين العراقيل اي حاجه عادي اي حاجه فيها صعوبات بصح. واهم حاجه انا اللي مخلياني مرتاحه هو ان عمر شي واحد ما غيقدر يقلدني ولا غيكون بحالي. علاش؟ حيت كل واحد عنده واحد الحاجه متميز فيها بصح. وانا الحاجه اللي انا كنت متميزه فيها هو داك الابداع اللي كنعطيه بلا ما نخطط ليه هو كيجيب بوحدو. كما قلتيها ما كتبقايش تفكري بزاف ديال الحوايج وتقولي غندير هذه صافي جاتك الفكره كتطبقيها وكيمشي داكشي بتيسير الله كما كيقولوا. المرحله ديال زعما الصعوبات وداكشي غتجي واحد الفتره اللي غتلقى فيها واحد النجاح. بغينا نعرفوا شنو هو الفيديو ولا المهم فيديو اللي غادي يقدر يبدل لك حياتك 100 درجه في السوشيال ميديا اللي غادي صافي تما غتبدا الانطلاقه ديال بصح زعما ديال الطبيعه راه الانتقال من كذا زعما الشهره مثلا للشهره. الفيديو اللي غادي يخليك زعما هو واحد الحاجه اللي غتخليك زعما صافي. هو واحد الفيديو كنت كنقول لهم كنشارك معاهم زعما الاراء ديالي حول الاسلحه ديال فري فاير. كنت كنقول لهم انا احسن سلاح بالنسبه لي هو بربر الموزه. انا كيعجبني داك البربر القصير كنت كنسميه بربر الموزه. وهما هذيك بربر الموزه بحال اللي جاتهم شويه في شكل زائد على انني انا مرا كبيره. كيفاش مرا كبيره كتلعب فري فاير كيفاش بربر الموزه؟ راه صدماتنا داكشي علاش ناضوا ناس جزائريين تا هما كيصنعوا المحتوى ديال فري فاير ولا كيقول لك حقا ام بي 40 توت نقار ما عرفت الجزر فهمتي يعني خرجت من تما كاينه الافكار. ولكن هي كانت الاصليه هي كانت بربر الموزه. هذا هو الفيديو اللي دار واحد التغيير. ما حطيتيه وفقتي لا غدت ليه مثلا كي كانت بغينا نعرفوا الحاجه كيفاش كانت رده الفعل ديالك؟ الصراحه تصدمت. كنقول زعما الارقام ودوك لا ما كنتش كنتوقع ان الفيديو وصل تقريبا ما عرفتش واش 10 مليون ولا 14 مليون. ما بقيتش عاقله بالضبط. الله يبارك. لقيت بزاف ديال اليوتيوبر كانوا دايرين عليا اش كيقولوا لها رياكشن. هي هذيك الحاجه يعني كانوا دايرين رياكشن. الناس ديال الرياكشن اللي طاح لهم الادس داك الشهر كلهم طلعوا بيا الادس داك الشهر كلشي كاع اللي كان اعتزل جا رجع بيا انايا كلشي قال اجي رجعوا. راه كاين واحد ترند جديد طالع لي الحاجه وبالنسبه للعبه زعما من غادي تحترف في فري فاير بغيت نسولك كتفكري في شي واحد القضيه الحاجه ديال كلان اي سبورت؟ الا عمرك سمعتي بهاد القضيه هذه اللي هي اي سبورت؟ كلان الاي سبورت واش عمر زعما جاتك شي فكره باش تحترفي اللعبه زعما تولي محترفه فيها دخلي العالم ديال الرياضه الالكترونيه تشاركي في بطولات رسميه؟ زعما معاهم دخلت معاهم غيجريو عليا هادوك. علاش وانت تبارك الله انا كنخسر على الستريس. لا شوفي الله يبارك حنا شفنا لعبك راه كتلعبي تبارك الله ماشي زعما عادي كتلعبي تبارك الله. مره لا كان المورال بقات هكاك. اليوم بعدا في المورال ديالك ياك مزيان كلشي الحمد لله. شي بغيناك تكوني ضاحكه معانا ناشطه ما كاينش اشكال. قلتي بالنسبه للاي سبورت زعما ما عندكش به شي علاقه ما تبغيش زعما تدخلي ليه؟ كنفكر ما جاو عندي بزاف ديال العروض من بزاف ديال
الفرق انا ما بغيتش، والتيمات. انا بغيت نكون مستقله بنفسي، انا ما بغيت حتى شي حاجه، انا بغيت نبقى انا هي انا، ما بغيت شي حد بحال قلتي واحد الكاس فيه الماء عادي، ما بغيتوش يتخلط بشي حاجه ويولي موسخ. انا بالنسبه لي الا مشيت حتى لصقت مع شي حد او لا انا تخشيت مع شي حد غادي ما غنبقاش انا هي الطبيعه ربيعه اللي يلاه اللي انا بنيتها انا، فهمتي؟ غنولي انا واحد الشخص مشترك، وانا ما بغيتش نكون شخص مشترك، بغيت نكون شخص مستقل. حيتاش علاش؟ اول حاجه كما قلت لك الهدف الاول هو المتعه من هادشي كامل. بصح تدخلي وتخلقي واحد الجو ديالك انتيا، غتولي كما قلتي غتولي منخرطه مع ناس اخرين اللي ما تلقاش راحتك كما بغيتي 100%. انا ما كنبغيش نكون تابعه لشي واحد، انا بغيت نكون تابعه لراسي. واحسن حاجه الحاجه والله احسن اختيار، حيت انا نقول لك على دابا انا الطبيعه ربيعه انا بنيتها، واش انا غندخل مع شي حد يومين ولا 3 ايام غيقول لهم حق راه انا اللي طلعتها وانا اللي جبتها وانا اللي درت، ولا انا اللي علمتها؟ ما يعلمني، ما يمشي يعلم جده، يمشي يعلم تلعب، انا راه ما يعلمنيش. كاينه والله الا كاينه، من حقك الحاجه. يعني قلتي بالنسبه للإيسبورت ما كتفكريش فين احترفتي في اللعبه الحاجه، واش في التليفون ولا في البيسي؟ انا ما عمري ما لعبت في البيسي لحد الان، حيت البيسي كيطلع لي على السكر، كنلعب على التليفون دابا. دابا البيسي كيدخلوا معاك المزيتين اخويا، كتلقى واحد بوت ما تيعرفش يلعب تيجي يقتلك تيشطح عليك يطلع لك السكر تما. وما عمرك فكرتي تشتري في البيسي زعما بديت تقصرينا في البيسي ونشوف؟ كنفكر خاصني حتى نبدل شي حوايج في البيسي عاد نقدر نحترف فيه ان شاء الله باذن الله. كاين غنشوفوا الحاجه بالحاسوب ان شاء الله ضروري، انا غادي ندخل ويلي ضروري. اللي كاينه في الميدان حاضره بقوه، انا موجوده انت مالك؟ عارف شوفي ديما كاينه. وبالنسبه انا كاينه. بالنسبه للحاجه شنو هو اصعب تحدي لقيتيه في اللعبه؟ شي تحدي صعيب كان جاني؟ شي تحدي اللي كان جاك من عند المتابعين بداو به؟ كانوا كيقولوا لي اللعب. اول تحدي جاني كانوا قالوا لي اللعب مع مودوكس، هو جا لعب معايا 1v1 وديك الوقيته هو عنده بيسي وانا عندي تليفون وتعدى عليا ما نعاودش لك الله نعاودش لك تليفون مع بيسي راه بحال قلتي طياره مع كرويله مع طياره كتسابقوا. الله حيت راه كاين الفرق الحاجه. واحد الحاجه اخرى اللي صعيبه بزاف هي ما كتعرفش تميز من الناس اللي لعبه كلين ومن الناس اللي ما لعباش كلين. راه صعيبه هذه القضيه، صعيبه، راه وليتي كتشوفي كلشي بحال ما تقدريش تميزي. خسروا اللعبه هي راه زوينه كلعبه دخول وكما قلتي متنفس، هي لعبه واحد الجو فيها ذيك الروح المنافسه، عرفتي؟ ما خلوهاش كلين ديك المنافسه، ما خلوهاش نقيه، خرجوا عليها. بصح الدراري هادشي هو كريه، راه كتشوفكم الحاجه بلا تشريكم بيسي وتفرجوا مسخين خارجين كرسون والله يعطيكم كيعصبوك كيديروا الزيت. الناس اللي كدير الزيت نداء من هذه المنطقه هذه اللي حنا كتشوفوا فيها دابا، الله يعطيك مصيبه تصيبك في ديك الصبعانه ود كلبه على بالك تدير الزيت تزيتها عندي وتتم جاي عندي قاصدني انايا. قصد خالتك سير قصدها، انا ما تصور مع دي والو. الدراري شوف خاصكم والله الا هذا نداء والله الا بصح وبلاتي قريب ان شاء الله هي غتجي لكم في القريب العاجل كما قلتي. لا قريب وان شاء الله الحاجه غنشوفوك زعما في تحديات جداد، زعما كاينين شي حوايج شي حاجه مستقبليه جايه من القدام طبعا. كاين بزاف ديال الحوايج يعني غادي نشوفوا شي حوايج زوينين جايين في الطريق ضروري. طبيعه ربيعه ما دخلاتش فري فاير باش تلعب، وانما دخلنا باش نديروا بزاف ديال الحوايج. شوف الهدف ديالي باش نقول لك من هنا ونقول للمتابعين باش هما يعرفوا الهدف ديالي ماشي هو انني نحترف فري فاير ولا نلعب فري فاير. الهدف ديالي من الاول هو ما عنده حتى شي علاقه بفري فاير. الناس غالطين كيصاحب لهم انا كنلوح فري فاير كنافس صحاب المحتوى. انا الهدف ديالي ما عندوش علاقه بفري فاير نهائيا. انا عندي واحد الهدف ان شاء الله باذن الله، هو باقي بعيد شويه حيت خاصو بزاف ديال الميزانيات وغادي نوصل ليه ان شاء الله. علاش لا؟ وواحد الشيء اللي كاين بغيتكم تعرفوا بان الهدف راه ما عنده حتى شي علاقه بفري فاير. يعني حاطه شي حاجه اخرى مركزه عليها من غير فري فاير، دونك جايه كديري هكا باش تحط داكشي للترفيه والتسليه وصافي ويدوز الوقت. كاينه اما الهدف بالنسبه لي راه ماشي هو فري فاير، واحد الحاجه بعيده بزاف وواحد الحاجه مختلفه كاع على الاهداف اللي كاينين عند الناس دابا حاليا. يعني مركزه على شي حاجه، هادشي اللي بغينا ان شاء الله يا ربي توفقك ونشوفك. لا كاينه شي حاجه ضروري ان شاء الله. راه كنتسنى ديما الجديد ديالك.
الله يحفظك ضروري الجديد راه وشنو. والدراري بغيت نقول لكم واحد القضيه، ما تنساوش تدخلوا لي عند الطبيعه ربيعه، راه كتكون ديما اكتيف في لي ريزو سوسيو ديالها اللي هما انستغرام وتيك توك وكيك الشباب، كتكون ديما متفاعله وتكونوا قراب لها تما ديما. ما تنساوش هاد القضيه، الله يجازيكم بخير. حاولوا ديما الدراري تدخلوا تما، وغتحط لكم الجديد ديالها وتبقاو مواكبين معاها وعارفين شنو كاين. الحاجه كي جاك الحدث ديال ناروتو الجديد متبع بعد شويه ناضي احسن حدث داز في التاريخ هو حدث ديال ناروتو، واعر من جميع الحوايج، لا من السلاحات اللي نزلوا معاه، لا من سكنات، لا من زعما داكشي ديال اللعب الداخل، زعما دوك الشخصيه الكاركتيرات اللي زادوهم واعر. عجبك داكشي واعر صراحه في خبارك. انا كنقول كامل متكامل. انا راه من نهار حبست فري فاير ورجعت زعما كاع الاحداث اللي كانوا دازوا، هذا واحد من احسن الاحداث اللي قادوهم. داكشي زعما الصراحه خدموا عليه مزيان. داكشي اللي كنقول لك زعما هذا الشيء كامل مكمول. خديتي كاع السكينات بعدا كاع الشخصيات حضرتيهم طبعا خديت كلشي، مالي غنسقل شي حاجه ويلي مالهم هو ما يمكنش. لو عندك شي حاجه على الحدث جايين، الاحداث اللي جايين زعما شي فكره على الاحداث الجايه، غادي يكون واحد هذاك الحدث ديال الارنب الجديد. اخرجوا شي سكينات جداد عاوتاني ديالو، غادي يجيبوا سكين ديال الارنب الفضائي. عرفتي سكين ارنب الفضائي غادي يكون فيه بحال شكل، المهم غادي يكونوا فيه الالوان بحال شكل ديال الفضاء. يعني كيكونوا تسريبات ضروري كتشوفوهم وشي حوايج اللي غير كاينين تسريبات عندنا هذا اش كيقولوا ليها المصدر ماشي المصدر، واحد اللعيبه اخرى، سيرفر المطورين تندخلوا ليه مره باش كتشوفوا شنو كاين واقع. وكيفاش جاتك زعما الرحله ديالك مع الشراكه؟ فاش عيطوا عليك انك تختاري مع الاولين؟ بغينا نعرفوا زعما كيفاش كانت الرياكسيون ديالك. كنت لحت واحد الفيديو تا هو دابا بلاتي فيه تقريبا تا هو 10 المليون، فيه حلم الشراكه، عرفتي؟ اياش الشهره طلع لي اللهم. والغد دازت شي 3 ايام وانا لقى المطور صالح مصيفط لي ميساج في انستغرام ما تيقش. قلتي فاش كان هادشي جاني عندي مطور صالح ما صافي، وقال لي زعما واش ما كتفكريش زعما ديري شي حاجه زعما اللي تعاونك تقدر داكشي، زعما كيدوي على الشراكه، واحد الحاجه اللي تقدر تزيد عليا بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ اللي غادي تخليك انك تزيد تطوري بزاف ديال الحوايج. وزعما فرحتي ملي عطيتو عليك باش تكوني من الناس اللي تختاروا؟ طبعا، ولكن انا ما دخلتش هكاك، كانت مسابقه كنا حنايا كانت دازت في رمضان، كنا دزنا حنايا الناس اللي كتاب ليهم يدخلوا هكاك. وكنتي من الناس الاولين اللي تختاروا؟ طبعا انا من الناس الاوائل اللي تختاروا. لا كاينه الحاجه والله الا تبارك الله عليك، عجبانا والله الا عجبانا. ودابا واش تخيل معايا، دابا انا كنت بلا شراكه وعندي كيك وعندي يوتيوب وعندي انستغرام وعندي تيك توك، هادو كاملين كنت كنلوح فيهم بلا شراكه، يعني بلا ما تحتاجي الشراكه اصلا. انا هادشي بغيت نقول لك. ودخلوا معنا وحدين ما عندهم حتى شي حاجه، عندهم تيك توك وخداو الشراكه. راه هذا سؤال في خبارك انا لحد الان تيحيرني، كنبغي نسول وكنبغي نعرف علاش ولي دوك الناس كيفاش قدروا انهم يدخلوا الشراكه، علما انه ما تيدير حتى شي محتوى، فقط تيسجل لك مثلا شي رقصه ولا شي حاجه وتلقاه داخل. داكشي علاش انا الشراكه ما مأثرش عليا، سواء يعني حنا كنتمناو نزيدو نبقاو يعني نزيدو نعطيو اكثر، ولكن انا واخا هكاك ما زعما ما عاطيش واحد القيمه 100% انني راه قديمه. انا عندي محتوى ديالي، انا عندي يوتيوب قبل ما تكون عندي الشراكه، يعني انا بحال قلتي انا ماشي غنبيع راسي انا كامله للشراكه، ما يمكنش. صح، يعني سواء بالشراكه سواء بلا الشراكه انت عندك محتوى ديالك، الناس ديالك تيبغيو. هذاك الشيء اللي بغيت نوضح لك، الانسان ما يبيعش راسو كامل، الانسان يحافظ شويه على الكرامه ديالو باش يطلع في النيفو ديالو، باش حتى دخل الشراكه يزيدو ما يكونش مدلول، يخلي راسو عنده واحد القيمه كما تقول. وحافظ على المحتوى ديالو، ماشي ديروا كلشي فري فاير، نوعوا شويه، ديروا شي ديروا كوميديا، ديروا ولا تلمسخ وليتو كديروا فري فاير، الله يعطيكم العافيه. راه ولاو شي حوايج تيخلعوني يا الحاج، ما نكذبش عليك، كنشوفو ما كنبقى ساكت وصافي. الله يهديهم الله يهديهم، هادشي اللي ندعيو لهم بالهدايه. سطام شي هي فري فاير فيها ما يدار، غير انسان خاصو يعرف منين يشد فيها، منين يشد، كيفاش يخدم بالمحتوى وكيفاش يدير شي حاجه ديالو. راه كل شيء
كيدير فري فاير، ولكن ماشي كلشي عنده محتوى ديال فري فاير. واش فهمتيني؟ راه ماشي، راه بصح كلشي كيدير فري فاير، مي المحتوى زعما ولا الفكره ديال المحتوى اللي غادي دير ما كايناش عند اي واحد. يعني فهمتك كلشي انا. كيدير محتوى ديال فري فاير، ولكن حتى واحد ما عنده شي حاجه ديالو. يعني يعني هز ونقل دابا هز مثلا ونقل. غنجبد لك واحد الفيديو مثلا ديال مثلا ديال الاوائم. اه مثلا غادي يشوفوا الدراري اوائم غادي يتفكروا مودوكس، اذا مودوكس معروف باوائم، خاص كل واحد يدير واحد الحاجه اللي غيتعرف بها بصح تخلي واحد البصمه في فري فاير. شي... اين فوا غادي يسمعوا مثلا الدراري صوتي في الفيديو بلا ما نحط فيس كام، غيعرفوا ان هذا الفيديو ديال ان هذه التقنيه ولا هذه اللعيبه اللي انا اللي داير طريقه اللعب فهمت راه طريقه ديال اللعب راه ديال فهمتي. الطبيعه راه يعني خاص الميساج اللي بغيتي توصل لي ان الانسان يكون هو ديال ذاته، ما ينقلش افكار ديال الناس اخرين ويشدهم يبقى يعاود فيهم، كل واحد يختص في هذا شي حاجه. انسان بحال قلتي يكاشي داكشي ديالو بالطابع ديالو هو. بصح كيما قلتي انت براند ديالك رديتيها براند طبيعه ربيعه براند، يعني بنادم دير شي يكون. حاجه اللي ما عمر شي حد ما دارها في فري فاير. كلشي كيدير فري فاير، ولكن انت باديك فري فاير تقدر دير شي حاجه اخرى ما عمر شي حد ما دارها بفري فاير. بصح نتمنوا الناس يكونوا فاهمين هذا الميساج، وعندك شي رساله تبغي توصلها زعما للدراري اللي بعدا واحد البلان. كيفاش كتحسي بالناس اللي متابعين؟ كلش بحال حفادك ولا بحال خوتك الصغار، ولا كيفاش كتعاملهم، ولا كيفاش تحسي فيهم؟ الناس اللي متبعين الصراحه اه عزاز عليا، ما كنعتبرهم لا خوتي لا والو، ماشي ولادي، كنعتبرهم واحد الناس اللي كتعرف بان فاش كتكون محتاج لواحد الحاجه وكتلقاها في في واحد الشخص. اه وراه انا هذاك الشيء كامل اللي تحرمت منه بسبب الاضطرابات النفسيه لقيته في هاد المتابعين هاد. الحمد لله بعدا من عوضك فيهم الله ولقيتي داكشي اللي كنتي كتبغي. هذاك وحتى الشيء وتحيه ليهم من هنا، وكنقول لهم انا كنبغيكم كاملين، لولاكم انا لن اكون، ولولاكم انا لن اعرف. بصح هادشي دورة دايرين واقيلا الايكو نمشيوهم. الحمد لله بعدا الله على اكبر. كل شيء الحاجه. هذاك الشيء اللي كاين، والفضل الاول اها كيعود لله سبحانه وتعالى والمتابعين اللي كنبغيهم عزاز عليا. الله يخليهم لك ديما الحاج، الله يخليكم منورين. امين. الله يحفظك. ما عرفتش كيقول هاد ولد الحرام اللي معانا، مني تكون تدير شي حاجه ديالك وانت كتبغيها والناس كيبغيوك، ثيق بيا ان حتى حاجه ما غطيحك، واخا تكون عندك الشركه وطيح وتبدا من الزيرو، حتى حاجه ما غطيحك. بصح ما عندك انت تايق في راسك وعندك واحد الصوره ديالك اللي زوينه الناس كيبغيوك عليها، راه غيبقاو معاك. غنتمناو واحد لها النقطه هادشي. اخرى بغيت نوضحها، الناس كيسحبوني انا ما قارياش، انا راه عندي باك بلس 5. اللهم بارك. باغي نسولك على القرايه ديالك الحاجه، وقلت لا بلا من طنطيه نسحب باك لكم، انا ما عندي ما بليسانك. يدار تبارك ولا انا ما الله قارياش. قاريه تبارك بزحال. الله. والله الا تبارك الله. واش درتي التخصص ديالك؟ ندخلوا زعما في لي ديتاي. قريت ايكونومي، قريت ايكونومي، قريت جيستيون. زعما عجباتك الشعبه ديالها وداكشي لقيتي فيها شي حاجه؟ هي بالنسبه لي انايا واحد الحاجه فوق. كواحد المهم البلاد، الاتجاه ديال البلاد فين غاده هو مزيان. يعني شي حاجه اللي غتنا، ولكن الشرا فوقيتكم ماشي ديالنا دابا. هو مالها البلاد راه باقا غاده. هذاك الشيء اللي كاين الحمد لله، واكلين شاربين ناعسين ناعسين. عالقين. شوف الاقتصاد عمره ما تيموت، كيبقى ديما خدام. حيت هو القلب النابض الا ديالنا. قريت غير هو خاصك تقرا الاقتصاد ديال داكشي ديال الحاضر، ديال داكشي اللي غادي، اللي جاي ماشي داكشي اللي لقدام. فات. فهمتي؟ باش تكسب تجربه، ما عمرك شفتي حاجه اللي داز. انت قريتي انت مثلا قريتي التخصص ديالك ديال الاقتصاد، ساليتي بقى تبحث، كمل عاوتاني اقرا، تيليشارجي لي كورس ولا ديال الامريكانيين ولا ديال المهم شي حاجه اللي تكون شويه نيفو على داكشي اللي قريتي انت. فهمتي؟ كاين شي حاجه يعني زيد، ما عمرك تحبس في داكشي اللي وقفتي فيه. ماشي تقرا داكشي وتغمل، تخلي مخك يغمل وخماج. بصح كتشوف بزاف ديال الدراري ضايعين، صافي تيقول انا جبت الباك ديالي، جبت الدبلوم ولا هاد الشهاده، صافي بارك عليا درت كلشي غنجلس. اغلبيه الناس عندهم من ورا الباك صافي تينحاصروا، تيتحطموا، ما ما كيكونش عارف شنو يدير. كتوحل تتقول واش
تلقى كاع الافاق والبيبان مسدودين قدامك تتلف. ما كيكونش عارف شنو هما حتى الافاق، ما كيكونش عارف، ما كيكونش فاهم هاد الكلمه شناهي. راه بصح هادشي جايب نتيجه ديال بنادم تيعمل بزاف ديال الحوايج ما كيعطيهمش قيمه، وعاد التوجيه ما ناقص. انا هادشي اللي كيبان ليا زعما بسبب حيت ما حيتاش الاراده من تيكون تيقرا انسان مثلا واحد الانسان كيقرا في الباك عارف ان راه عنده واحد الحوايج غادي يديرهم من ورا الباك، خاصو يمشي يبحث يقلب شنو هما التوجهات، شنو التخصصات، شنو هو كيعرف يدير، شنو لي كاباسيتي اللي عنده، فين يقدر يحطهم، فين بصح شنو يقدر هنا ولا هنا فين يقدر يوظف داكشي اللي كيعرف ليه هو. العقل ديالو علاش غيقد، واش غيقد مثلا على مثلا يمشي يقرا الزمر، يمشي يقرا انجينيور ديتا، ولا يمشي يقرا طلا شنو غادي شوف هو العقل ديالو واش غادي يقدر على داكشي ولا لا. واحد الحاجه اخرى حنا ما كنتزادوش عارفين، يعني داكشي كنكتسبوه، يعني بامكان اي واحد يدير اي حاجه. يعني انت لا تعلمت لواحد الحاجه واخا هي عاليه كتشوف فيها كبيره مثلا وكتبان لك تقدر صعيبه تديرها، تقدر تقراها، راه حيت كلشي بالمعرفه وبالاكتساب، حنا داكشي كنكتسبوه ماشي كنزادو به. ما كتجيش شي حاجه غير هكاك. اي لعبه اي حاجه كتكون كتكتسبها مع الوقت من الخطا ومن والانسان تيتعلم. راه نصيحه مهمه من ذهب الدراري تعطيها لكم الحاجه باش تعرفوا، والله الا نصيحه من ذهب. خصوصا الناس اللي تيقراو، ولا شفتي مثلا شي مهندس ولا شي واحد ما عرفتش في اي دومين شفتيه انت كيجيك صعيب، راه اي واحد يقدر يدير داك الدومين الا كان هو باغي، حيت اي حاجه كنتعلموها حنا. بصح كلشي كنتعلم، كلشي كيتكتسب. ما عمر شي واحد زاد اللي عارف ولا جينيشن تحطو دار واحد الحاجه وهو عارف لها. باش تعلم خاصك الوقت، وباش تصبر على الوقت ضروري خاصك الصبر والاراده. ماشي انت غتشد واحد 6 مليون في الشهر وفي الاخر تبغي تقرا ليا يومين وتنعس تشبح حساق في المنطقه من الاخر ما يمكنش. او تش 3 سنين وانت شبعانه حزاق في الاخر دفعتي ليا ما يمكنش، مستحيل. فري كتلقايهم الحاجات شنو كتلقاه صافي كيشد واحد صريف كيجبتيه برد، ولا كيما قلتي علاش يشد صريف كيفوتوا التران ديال القرايه وعنده واحد الحل بديل هو هو الصنعه بزاف ديال الناس حاقرين الصنعه. اللي تيقولوا الصنعه بصح كيقول لك حق انا ما عندي زهر، انا كيولي هو عايشه المدلوله، انا ما عندي زهر، انا تقعد تكمش تكب على راسك الماء بارد ونطفيق اباردين الكتاف. راه هذا ميساج ليكم، والله الا ميساج ليكم اللي كيقول انا درت صافي بركه عليا ساليت وصلت درت اي حاجه ما درتي والو. والله الا كنقولها لكم راه نصيحه من ذهب. نوض خدم على راسك. الا ما قريتيش فاتك التران ديال القرايه عمرو يفوت، سير تعلم الصنعه. بصح فاتك التعلم ديال الصنعه سير قرا، راه الدروس طلع الدروس ديالاش هادي بزاف ديال الحوايج كيتقراو في البيسي. لا عندك بيسي ماشي ضروري تمشي تقرا في المدرسه. بصح من البيسي ديالك تقدر دير بزاف ديال الحوايج. والله اول حاجه بغيت نقول لك كما قلت لك شكرا حيت جيتي عندنا طبيعه ربيعه، وشرف لي انك تباني معنا نورتينا اللايف اليوم، كانت جليسه زوينه درنا فيها زدنا تعرفنا عليك، والدراري بالعكس فرحانين عاجبهم الحال انهم تيشوفوا الحاجه قريبه لهم هكا لايف لاعبه شاده معاهم السجون ضاحكه داكشي زوين الصراحه. واخا ما كتبتينا بشي بويا مي عادي ان شاء الله نعوضكم فيها من هنا لقدام. هاني الله يحفظك، كنشكروك انت على هذه الاستضافه، نتمنوا نكونوا خفاف ظراف على قلوبكم، نتمنوا تكونوا تعرفتوا عليا وعرفتوا شي حوايج عليا، وحنا راه باقيين مكملين في داكشي ديالنا. والدراري دوزوا عند سكوفي التيك توك والكيك، ما تنساوش دوزوا عنده حتى الانستغرام، وهذا الشيء اللي كاين. تحيه طيبه للجميع وشكرا لكم بزاف. شكرا لا شكرا من القلب. ان شاء الله تتعاود المره الجايه، وكانت معكم الدراري طبيعه ربيعه في جليسه مع سكوفي. ان شاء الله وليا في راسكم.